بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. صحينا الصبح على تصريح شديد اللهجه من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حكم عزلي من رئاسه نادي الزمالك موقوف بقوه القانون ولا ارغب في الاستمرار، ولا بد من وقف كهرباء ولمحمود البنا في الامارات طالما المباراه كده كده بتتلعب في بلد شقيقه يبقى ليه حكم مصري. الزملكاويه مهووسين بموضوع كهرباء وفي ظل استقرار نادي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا، وجماهير نادي الزمالك بتقول كان المفروض اوساريو كان يبقى موجود قبل مباريات الاهلي السوبر بثلاث او اربع مباريات. وفي ناس بتقول حظ الزمالك حلو ان لقى مدرب بقوه شخصيه خوان كارلوس اوساريو في ظل انشغال الموسم الرياضي في جميع انحاء العالم. حلقه قويه جدا، حلقه ناريه. وقبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين اقول لجماهير قهوه الخواجه انزل دوس على لايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خش جوه الموضوع يا خواجه. تصريح شديد اللهجه من رئيس نادي الزمالك بيقول اللي عاوز حكم اجنبي، خصوصا ان المباراه بتتلعب في الامارات، يعني اقل حاجه حكم اماراتي. ليه محمود البنا؟ ليه محمود البنا اهلاوي؟ ليه اتحاد الكوره بيعاند نادي الزمالك انسحاب نادي الزمالك من مباراه القمه؟ لا، هو الانسحاب مسدس صوت. الزمالك مش هينسحب المباراه طالما بره مصر، الزمالك مش هينسحب لظل العلاقات القويه بين الامارات ومصر، والموضوع طالما بره مصر فما نعتقدش تماما ان الزمالك هينسحب من المباراه. الاعلام الاهلاوي او السوشيال ميديا الاهلاوي سلطت الضوء على موضوع كهربا شغل بال الزملكاويه، كهربا شاغل باب نادي الزمالك بالكامل. لو انت حسبتها كوره، هو كهربا تفوق على التحدي اللي بينه وبين جماهير نادي الزمالك. هو تفوق مش بالهاتريك بتاع القطن الكاميروني في دوري ابطال افريقيا، مش بالهدف بتاع الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا، مش الهدف اللي جابه في مرمى بيراميدز في نهائي كاس مصر. لا، هو تفوق اصلا في المباراه اللي كانت في القمه في الدوري لما احرز هدف في نادي الزمالك. هو يعني لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني بتاع نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك ليه شاغل باله بموضوع كرم؟ ده موضوع اداري، سواء اذا كان اتحكم فيه او ما اتحكمش فيه. انت مدي الموضوع اكبر من حجمه، واديت السوشيال ميديا اكبر من حجمها في موضوع كهرباء. موضوع كهرباء بقى صراع بينه وبين نادي الزمالك. هو كهربا انتصر على الزمالك في موضوع الغرامه، طب هو كهربا بيماطل، طب هو كهربا بيجمع فلوس. الموضوع خد اكبر من حجمه في نادي الزمالك. وبعدين المفروض في نادي الزمالك اللي ياخد موضوع كهربا هو الجانب الاداري، هو في محاميين للكلام ده، هو في ملف ما تدلوش اكبر من حجمه، لان الملف ده ما ينفعش يخش جوه المستطيل الاخضر او اوضه لبس او اوضه اللبس بتاعه نادي الزمالك. الحاجه الثانيه ان الزمالك منتشي بالفوز على سيراميكا. الناس كتير بتقول ان اوساريو لو لعب بنفس الخطه اللي لعب بيها قدام سيراميكا 4-1 4-1 امام النادي الاهلي هيدفع الفاتوره خوان كارلوس اوساريو، لان قوه خط وسط النادي الاهلي وقوه هجوم النادي الاهلي مع مارسيل كولر تختلف تماما عن قوه سيراميكا. سيراميكا اللي كان موجود وكان بيلعب كوره كان هو محمد ابراهيم فقط لا غير، وكان كل لعيبه سيراميكا كانت بتدور على محمد ابراهيم ان هو اللي تديله الكوره، وهو حل من الحلول. النادي الاهلي بيغتنم الفرصه، بيغتنم الهدف من نص فرصه. وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا في حلقاتنا ان اي حد في النادي الاهلي بيسجل لك. حسين الشحات بيسجل عرضيات، علي معلول تأذي اي دفاع في بيلاعب النادي الاهلي، حمدي فتحي بيسجل، عمرو السولية بيسجل، كهربا بيسجل، محمد شريف بيسجل، كله في النادي الاهلي بيسجل. عكس سيراميكا تماما اللي هو صلاح محسن اللي كل 10 فرص حقيقيين ممكن يحط فرصه. فالكواليتي مختلف، واوساريو اكيد عارف كده وبص على النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي لا تتناسب تماما طريقه اللعب اللي لعبها اوصل. بس هو باين عليه مدرب عنده شخصيه، مدرب ذكي. ما ينفعش الكيل بمكيالين، ما ينفعش. ما هو سيراميكا شيء والاهلي شيء تاني، وكولر شيء ومعين الشعباني شيء تاني. تصريحات مستشار مرتضى منصور النهارده تصريحات شديد اللهجه بشرطين: لازم ايقاف محمود عبد المنعم كهربا 12 ماتش عشان الزمالك يلعب السوبر. ليه محمود البنا في الامارات؟ محمود البنا حكم مصري، حكم مصري استعين بيه لما
الزمالك والاهلي بيلعبوا قمه في المباراه. اذا تحس ان الزملكاويه شايلين مباراه 5-3 لمحمود البنا باحتسابه ركلتين جزاء في مباراه القمه الاخيره الشهيره. فده الشرطين اللي قالهم المستشار مرتضى منصور للجبليه بتصريح شديد اللهجه. بس خد مني وما تقلبش يا خواجه، زي ما احنا دايما في قهوه الخواجه بنجيب لك من الاخر، وبعد الاخر بشويه الزمالك والاهلي في مباراه القمه في الامارات في الصوبه 5-5، مفيش تاجيلات، كلها مسدس صوت، كلها بروباجندا، كلها سوشيال ميديا. لكن موضوع كهربا خد اكتر من لازم. موضوع كهربا بالنسبه للزمالك بقى صداع، بقى ان الزمالك مركز في كهربا اكتر من مركز. قلنا في شؤون قانونيه، قلنا في جانب اداري للحل والفض النزاع في ملف محمود عبد المنعم كهربا. في حلقه ملخص سريع عن بيان مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في صباح اليوم الخميس ان شاء الله. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه، السلام عليكم.